السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده طبعا خبر حلو جدا، وزي ما وعدتكم من الاسبوع اللي قبل اللي فات وقلت لكم من يوم السبت اللي هو اللي فات ده، يعني هيبقى نزول قوي جدا لاسعار الكتاكيت. والنهارده بنكمل سلسله النزول، والنهارده في نزول قوي عن امبارح واول امبارح كمان. اسعار جميع انواع الطيور كمان، مش الكتكوت الابيض بس. وكمان نزول اسعار كيلو الفراخ البيضة، نزول تحت الارض، يعني زي ما بنقول كده رجعت زي زمان. نزول قوي جدا، ففرصة كويسة للناس اللي ما بتربيش تخزن عندها شوية فراخ، عشان الاسعار مش مضمونة وجايز ترفع تاني، فنبقى احنا في الامان. طبعا مفيش نزول اقوى من كده. نزول النهاردة الفراخ البيضة في الارض، ونزول الكتكوت الابيض في الارض كمان. ارتفاع بس اسعار البيض ده اكتر حاجه اترفعت معانا النهارده. تعالوا كده نسمي الله، واللايك الجميل بتاعكم والكومنتات كمان بتاعتكم بتشجعني انزل دايما فيديو الاسعار. اول حاجه كده نبدا بسم الله ونقول كسعر الكتكوت الابيض الاهالي النهارده كان عندنا عامل 7 جنيه. اهالي كان عامل 7 جنيه النهارده عندنا. طبعا سعر حلو جدا وممتاز، ونزل عن امبارح حوالي جنيه وربع. في طبعا بعض المعامل بترفع سعرها عن كده. اما بالنسبه لاسعار كتكوت الشركات الكويس والحلو جدا، وبادئ من 9 جنيه لحد 11 جنيه، ده يعتبر اعلى سعر. اما الشركات اللي كانت رفع سعرها ل 20 جنيه النهارده بقول لكم نزلوا السعر ل 14 جنيه، 6 جنيه نزول. ولسه في نزول قوي جدا كمان الفتره اللي جايه، زي ما قلت لكم امبارح واول امبارح. استنوا الاسبوع ده هيبقى فيه نزول قوي جدا، فاللي عايز يشتري يبدا يشتري من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. سعر البلد المشعر النهارده عامل 5 جنيه، 5 جنيه ونص. البلد الحر النهارده عامل 5 جنيه. فيومي بلدي النهارده عامل 6 جنيه، نزل اهو كمان من 7 جنيه ل6 جنيه. رز فرز برابر النهارده عامل 7 جنيه ونزل برضو، ورز على وشه النهارده عامل 8 جنيه ونزل جنيه. ورز فرز ديوك النهارده 11 جنيه وبرضو نزل حوالي جنيه. انما الجميزه البيور النهارده، الجميزه للحم يعني البيور عامله 11 جنيه ونص، وجميزه للبيض عامله 9 جنيه. هجين عالي عامل 8 جنيه ونص، وهجين عاده عامل 7 جنيه ونص. اما بالنسبه للساس والشفر النهارده، واللي عامل 8 جنيه ونص، وساس وجيل تاني النهارده عامل 7 جنيه ونص. اما اسعار الرومي في الكتكوت الرومي النهارده عامل 28 جنيه. كمان ما ننساش بقى اسعار البط. اسعار البط اللي فيها نزول قوي جدا، وسعر البط المسكوف الار 41 النهارده عامل 22 جنيه. المسكوف المخلط النهارده عامل 20 جنيه. مولر محلي النهارده عامل 20 جنيه. فرنساوي بيور النهارده عامل 14 جنيه. شروفان النهارده عامل 10 ونص. وبكيني عاده النهارده عامل 8 جنيه ونص. شفتوا بقى في نزول قوي ازاي. كمان تنفيذ الابيض اللي ثبت من امبارح للنهارده على 54 جنيه من ارض المزرعه. يعني كيلو الفراخ بيطلع من ارض المزرعه ب 54 جنيه. المفروض والعدل ان هو يتباع ب 57 جنيه، لكن هو في المحلات النهارده عامل 60 جنيه. فسعر كويس جدا وحلو جدا للي عايز يدخل او يشتري في الوقت ده، فهي نازله جدا. كمان اسعار الساسو النهارده واللي نزلت 5 جنيه، وتنفيذ النهارده كيلو الفراخ الساسو ب 100 جنيه. بتباع في المحلات النهارده ب 105 و110. شايفين ده كتكوت كاب اللي في ايدي ده على فكره، التهجين بتاعه عالي، ففي اسود كتير ازاي. كمان اسعار الرز والفيوم النهارده 110 جنيه تنفيذ من ارض المزرعه، وبتباع للمستهلك النهارده ب 115 و120 جنيه. البلد الحر البلد المشعر النهارده وتنفيذ 123 جنيه من ارض المزرعه، وبتباع للمستهلك ب 130 جنيه. كمان الرومي الاسود النهارده واللي رفع سعره ل 115 تنفيذ، وبتاع المستهلك ب 125 جنيه. الرومي الابيض وفيه ثبات واستقرار بقاله 3 ايام على 90 جنيه الكيلو، وبتباع في المحلات ب 100 جنيه. اما بالنسبه للبط البلدي هو اللي نزل زي ما قلت لكم سعره ل 100 جنيه، وبتباع في المحلات ب 110 و115. البط المولر النهارده تنفيذ 75 جنيه للكيلو، وبتباع في المحلات ب 80 جنيه. اما البط البلدي النهارده وتنفيذ 100 جنيه للكيلو، وبتباع في المحلات ب 110. كمان البط البكيني العاده النهارده 55 جنيه تنفيذ، وبتباع في المحلات ب 65 جنيه. وطبعا في بعض المحلات طماعه جدا وبتبيع الكيلو ب 75 جنيه. اما عن اسعار الارنب، فسعر كيلو الارنب النهارده 80 جنيه للكيلو، وبتباع في المحلات ب 85 جنيه. اما بالنسبه لاسعار الحمام، فسعر جوز الحمام البلدي اقل سعر النهارده عامل 100 جنيه لجوز الحمام البلدي، وبتباع طبعا على حسب الحجم بتاعه، بتباع المستهلك لحد 150 جنيه على حسب الحجم بتاعه. اما عن اسعار البيض النهارده، فسعر طبق البيض البلدي اللي رفع جدا ل 125 جنيه من ارض المزرعه، بتباع للمستهلك ب 135 جنيه.
اما طبق البيض الابيض النهارده من ارض المزرعه ب116 جنيه وبيتباع للمستهلك ب125 جنيه. وطبق البيض الاحمر النهارده هو اللي فيه ثبات واستقرار على 118 جنيه من ارض المزرعه وبيتباع للمستهلك ب128 جنيه. اما عن اسعار العلاف فكان في نزول الاسبوع اللي احنا فيه ده، يعني احنا في نهايه الاسبوع خلاص، النهارده الخميس، فنهايه الاسبوع كده زي ما قلت لكم كان في نزول قوي من اول الاسبوع في جميع اسعار الطيور وكمان في اسعار العلاف. نزلت نزول قوي جدا اسعار العلاف واسعار الطيور. كمان عايزه اقول لكم ان الذره الفتره دي كمان هتنزل اكتر واكتر، لان موسم حصاد الذره الفتره اللي جايه او شهر 8، فان شاء الله هتبدا اسعار العلف تنزل كمان خلال شهر 8 اكتر من كده. وان شاء الله الاسبوع القادم كمان هيبقى فيه نزول قوي جدا لاسعار الفراخ، عشان الناس اللي عايزه تنزل وخايفه تنزل او محتاره تنزل دلوقتي ولا لا في موجه الحر اللي احنا فيها. اللي محتار ينزل او الان من موجه الحر اللي احنا فيها يستنى على اول شهر 8 باذن الله، هتكون اسعار بدات تتظبط وهيبقى في نزول اكتر من كده ان شاء الله. وكمان هيبقى الجو بدا يظبط شويه عشان خاطر انقطاع الكهرباء وعشان خاطر الحراره الشديده اللي احنا فيها الايام دي. يا رب فيديوهات الاسعار تكون بتفيدكم وتكونوا بتستفادوا منها اي معلومه. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو نسيت اقول اي اسعار اكتبوا لي في الكومنتات، هشوف كل الكومنتات ان شاء الله وابدا اقول الاسعار اللي انا نسيتها او اللي انتم محتاجينها ان شاء الله من الفيديو اللي جاي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.